السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل وصفة جديدة مع بعض. هنعمل مع بعض النهارده يا حبايبي كفتة الحادي. عملناها مع بعض قبل كده، هنعملها بطريقة النهارده سهلة وبسيطة جدا، وهتديكي طعم رائع جدا زي اللي بتشتريه من المحلات بالظبط. طبعا معايا كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلتين مفرومين، ومعايا حزمة بقدونس واخدة منها الورق بس، ومعايا فلفل حامي وبارد حسب الرغبة، ومعايا بياض بيضة، ومعايا كمان معلقتين من الدقيق، ومعايا ملح. والتوابل بتاعتنا بقى يا حبايبي، معايا بهارات كفتة دي بتيجي جاهزة من عند العطار، وممكن لو عندك بهارات لحمة برضو حطي. ومعايا معلقة صغيرة خالص من الكزبرة، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة بيكنج باودر، وكمان معلقتين نشا مع معلقتين الدقيق، والملح طبعا بتاعنا. يلا يا حبايب قلبي على طول مع بعض نبدأ وصفتنا ونشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة هعملها يا حبايبي، هجيب بولة طبعا واسعة شوية عشان اعرف اعجن فيها اللحمة، وافضي اللحم بتاعتي فيها، وكمان هضيف كل المكونات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، البهارات والنشا والبيكنج باودر كله على بعضه كده مع اللحمة. تمام. وكمان هحط معلقتين الدقيق. تمام. وهحط البصل كمان كده اهو، وهحط بياض البيض. تمام كده خلاص، انا حطيت كل المكونات بتاعتي. لسه بقى معايا الكزبره او البقدونس بتاعي، ومعايا الفلفل، دول هنضربهم في الكبه ضربه كده عشان يبقوا ايه، ناعمين. هنعجن الكفته ديت او اللحمه المفرومه دي مع المكونات اللي انا حطيتها والبصل عجنه كويسه جدا جدا، بحيث ان هي تمتزج مع بعضها وما تعرفيش اللحمه من البصل. مهم جدا العجن لانه بيديها طعم حلو، وبتشرب التوابل بقى وبتديكي نتيجه كويسه جدا، ولازم تعجنيها حلو زي ما قلت لك يعني. هنبدا بقى نعملهم اهو مع بعض. وهضيف كمان الملح، احط معلقتين كده على مظبوط ملح برضو كده اهو. وهبدا دلوقتي بقى اعجن البصل مع اللحمه جدا بقى، يعني يمتزجوا مع بعض جدا عشان يشربوا من طعم بعض. مهم جدا العجن ده زي ما قلت لحضراتكم. طبعا بقى انا ممكن اقول لك اعمليها في الكبه، لا بس العجن بالايد بيدي نتيجه حلوه جدا. تمام. هفضل اعجن فيها بقى لحد ما تمتزج مع بعضها كلها كده، ونكمل برضو مع بعض. اللحمه كده اتعجنت معايا كويس جدا. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجيب البقدونس وهحطه في الكبه كده، ولو عايزه برضو تضيفي فصين توم لو انت بتحبيه مفيش مشكله، بس انا بصراحه مش حابه يعني احط توم. تمام اهو. وهحط الفلفل بتاعي، طبعا الفلفل ده حامي وبارد حسب رغبتك. انا مش راضيه على اقلع الجلافز دوت الا لما اعجن برضو الخضره والفلفل ده مع اللحمه. تمام كده. هضربهم برضو في الكبه مع بعض، وهنرجع برضو نضيفهم على اللحمه ونضربهم ونعجنهم مع بعض كده ايه، عجنه كويس كده. هنزل بقى بالخضره بتاعتي او البقدونس اللي اتفرم مع الفلفل، هنزلهم كده على اللحمه. تمام. وهعجنهم تاني مع بعض. طبعا بقى يا حبايبي اللحمه دي هركنها في التلاجة اقل وقت، يعني تركنيه ساعه. لو عندك وقت سيبيها براحتك خالص. كل ما بتتركن شويه كتير في التلاجة بتديكي نتيجه افضل وطعم حلو. تمام. وطبعا بقى هحطها في التلاجة واغطيها طبعا، عشان الحاجه برضو زي ما احنا عارفين الحاجه اللي في التلاجة ما تلقطش ريحه البصل اللي في اللحمه. لازم نحافظ برضو على كل حاجه. تمام. انا بقى هعجنها كده كويس برضو، وهغطيها بستريتش او بغطا، وهسيبها في التلاجة ساعه او حسب الوقت اللي عندي، وارجع لكم تاني عشان نعملها بقى مع بعض. كده عدى حوالي ساعتين بقى في التلاجة على اللحمه المفرومه كده. طبعا طلعتها وشلت من عليها الاستريتش كده. خلاص بقى ايه، مسكت نفسها معايا كده اهو. تمام. في خطوه بقى هعملها دلوقتي. الطبق ده يا حبايبي فيه ايه؟ في طماطمايه مضروبه في الخلاط ومتصفيه في المصفى، وبصلايه مبشوره واخده الميه بتاعتها بس، دي عشان نصبع بيها الكفته. هعمل فيها ايه بقى؟
احط فيها شويه ملح صغيرين برضو عشان ما تبقاش حادقه بس. وهحط كمان شويه فلفل اسود كده، مش هكتر بقى عشان انا كده كده ايه وحاطه التوابل بتاعتها كلها. وهحط حوالي معلقه واحده من الخل، واحده بس اهي، ومعلقه برضو من الزيت او معلقتين. تمام. وهقلبهم مع بعض. يبقى انا كده جهزت اللي انا هصبع بيه الكفته. تمام. الخليط ده بيدي طعم حلو ولمعه حلوه كده في الكفته، وعشان ما تلزقش في ايدك وانتي بتصبعيها. خلاص كده. طبعا الخلات بتاعه الاكل دي انا نقعها في ميه سخنه بقالي يعني حوالي 10 دقايق كده عشان ما تتحرقش. انا عندي منها جديده وعندي منها كنت مستعملاها قبل كده وغسلاها. تمام. هبدا بقى دلوقتي يا حبايب قلبي هصبع الكفته. تمام. هجيب بقى الخله كده، هجيب 2 أو 3 مع بعض عشان دول رفيعين اهو. اسويهم كده، واخد بقى كوره كده من اللحمه المفرومه دي حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها اهو. تمام. طبعا بقى اعص ايدي زي ما قلت لكم عشان ما تلزقش اهو. اخد كوره كده اكورها في ايدي الحجم بقى اللي انت عايزاه، بس حاولي ما تصغريش قوي عشان الكفته معانا بتقل عشان الدهون اللي فيها. تمام. واشك كده بالخله بتاعتي. لو انت عندك خله من اللي هي التخينه اعملي واحده بس اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. افرد بقى الكفته كده على الخله كده اهو، كميه مناسبه كده برضو عشان سبع الكفته ما يبقاش صغير قوي. اقفل بقى من فوق عليه كده، واحاول بقى افرد كده واتك بصابعيني كده عشان اعمل لهم اي شكل. تمام. وطبعا بقى عايزه تخلعيهم من الخله دي وتسويهم في الصينيه مفيش مشكله خالص. عايزه تحطيهم كده وتسويهم برضو في الصينيه كده. هنحط بقى كوبايتين ميه تحت ونحط بقى الخله كده بالكفته ونسويها. عايزه تخلعيها كده من الخله وترصيها في الصينيه عادي كده برضو بتبقى حلوه مفيش مشكله خالص. تمام. احنا هنشوف مع بعض بقى هنسويها ازاي. برضو نفس الطريقه هاخد كميه كده مناسبه وادخلها في قلب الخله وافردها كده على الخل اهو. طريقه سهله وبسيطه جدا. عندك كميه مناسبه من الخله ديت عشان تكفي اللحمه المفرومه كلها اعملي فيها. ما عندكيش اعملي كده وشيليها حطها في الايه في الصينيه بس كده اهو. شايفين الشكل ده والشكل اللي في الخل. هكمل بقى الكميه وارجع اقول لكم تستوى ازاي. بستمر بقى انا كده في التصبيع الكفته. انا حبيت اعمله على الخله كده ولو فاضوا حبه هنعملهم على الصينيه كده من غير حاجه. انا كنت مفكره شويه الخلات دولت مش هيكفوا الكميه، فشكلهم كده ان شاء الله هيكفوا ايه حبه حلوين يعني. تمام اهو. وعاوز بقى من الخليط اللي انا عاملاه ده عشان المع ايه الكفته بتاعتي اهو كده لحد ما الخله تخلص ونبقى نعمل في الصينيه ايه زي ما كنت مورياكم كده اول صبعين. اخد برضو كميه مناسبه كده من اللحمه اهو وادخلها فين في الخلات دي. وقلت زي ما قلت لك لو عندك الخله اللي هي الكبيره دي ما تعمليش 3 مع بعض كده او 2، اعملي واحده بس اهو. واعوز بقى كده من الخليط واكمل بقى ايه بقيه الصبع كميه برضو كده نفس الطريقه بس ادخلها برضو كده واتك عليها كده بالراحه خالص افردها. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده معايا اهو. طبعا بقى اي شكل انت عايزاه واي حجم انت عايزاه كده اهو.
شايفين؟ واقفلها بقى من تحت واقفلها من فوق واسويها كده وادهنها بقى بالخليط اللي انا عاملاه ده. تمام اهو يا حبايبي، واستمر كده بقى لحد ما الكميه تخلص. كده خلاص انا خلصت الكميه كلها. طبعا عملت على الخل بقى كلهم لحد ما خلصوا، ما عملت صينيه، ولما خلصوا ما عملت بقى صوابع كده برضو حطيت فيها الخل عشان تبقى مفرغه كده ومجوفه من جوه وما تبقاش مكتومه. تمام. انا كده دلوقتي اللي بخله ده هحط برضو حوالي كوبايتين ميه كده عشان تطري بقى مع البخار الميه كده مع التسويه، يدي طراوه كده مع الكفته يخليها طريه وحلوه. تمام. حوالي كوبايتين ميه كده في الصينيه. هدخلها الفرن على نار عاليه، يعني حراره 200 او اعلى نار عندك على الشبكه، عشان طبعا ايه ما تنزلش ميه وتاخد صدمه كده من سخونه الفرن وتستوي معايا على طول. وطبعا دي برضو زيها. طبعا لو انت عايزه بقى تحطي شويه زيت صغيرين كده في قاع الصينيه تمام، مفيش مشكله خالص. ماشي الحال. مش عايزه تحطي خلاص، كده كده الكفته ديت فيها دهون وهتنزل في الصينيه. طبعا الفرن بتاعي لازم يكون سخن، يعني من اول ما بدات اصبع الصينيه التانية دي حبايبي وانا مولعه الفرن. هدخل الاتنين على نار عاليه وبعد ما تخرج من الفرن هوريها لكم حبايبي. بقى كده انا خرجت الكفته من الفرن، وطبعا بقى اللي انا حطاها في السياخ زي اللي انا مصبعاها على ايدي، وشايفين قوامها من جوه عامله ازاي. الكفته فاضيه خالص من جوه، والفراغات اللي انا عاملاها دي مديها شكل وطعم وريحه جميله جدا. طبعا الكفته دي تدوقيها اكنك جايباها من عند الحاتي بالظبط، مفيش اي فرق. هي عايزه القوام المطاطي ده وتبقى طريه معايا مش ناشفه. طبعا طعمها جميل جدا وريحتها تحفه. وعملنا بقى شويه مكرونه حلوين اهو، وحمرنا بطاطس، وطبعا عملنا سلطه. وطبعا بقى عايزه تعملي سلطه طحينه اعملي، مفيش مشكله خالص. طبعا يا حبايب قلبي الوصفه لو عجبتكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. وشكرا لكم والسلام عليكم.